الشعبية بمحافظة الإسماعيلية فيما يخص واقعة السيد محافظ الإسماعيلية أحمد القصاص، حرصا على كرامة الشعب المصري عامة وشعب الإسماعيلية خاصة. اجتمعت الأحزاب والتيارات السياسية بمحافظة الإسماعيلية اليوم بشأن واقعة تعدي السيد أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية على بعض مواطني الإسماعيلية البسطاء بالقول والإشارة في أحد اللقاءات الجماهيرية بمركز ومدينة فايد. ولما كان هذا السلوك السيء من السيد القصاص دائم التكرار اتجاه مواطني الإسماعيلية، ولم يعد يجوز السكوت عنه، خاصة بعد أن طال صبر الجميع واحتراما للظروف التي تمر بها البلاد بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ودرءا للتيار المدني من مزايدات الجماعة الإرهابية وأعوانها وأجهزة الإعلام التي تساندها. لقد انتهى الصبر، ولقد حرصا منا على المصلحة الوطنية ودعما لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب، إلا أن ما بدر من محافظ الإسماعيلية بهذه الإشارة القميئة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. وتم الاتفاق على البنود التالية: واحد، تؤكد القوى السياسية بالإسماعيلية أنها تعتبر منصب المحافظ شاغرا، وتطالب القيادة السياسية بسرعة اختيار محافظ جديد لملء هذا الفراغ بحيث يتناسب مع تاريخ وبسالة شعب الإسماعيلية العظيم، مؤمنا بأهداف الثورة المصرية في موجتيها 25 يناير و30 يونيو. ثانيا، مقاطعة كافة القوى السياسية والشعبية الموقعة على هذا البيان للسيد محافظ الإقليم. ثالثا، مناشدة كافة فعاليات المجتمع الإسماعيلي بكافة أطيافه عدم التعامل نهائيا مع المذكور. خامسا، التنبيه على عدم تنازل القوى السياسية والشعبية عن حقها الأصيل في ملاحقة المذكور قضائيا عملا بما هو مخول لها طبقا للدستور والقانون. شكرا. أرجو بس حسام رضا الهيئة العليا باسم الكرامة. اجتماعنا النهارده بخصوص ما يتعلق بالتصرفات محافظ الإسماعيلية والتي أدانتها شعب الإسماعيلية قبل الأحزاب، عشان ناخد القرار المفروض ان ناخده فيما يخص التعامل مع المحافظ. زينب مرشد، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. احنا النهارده اجتمعت كل الاحزاب محافظه الاسماعيليه لتكرار اساءه المحافظ لشعب الاسماعيليه، وحتى وصل الامر انه يتلفظ بألفاظ خارجه او يتصرف تصرفات غير لائقه به كمحافظ وغير لائقه بشعب الاسماعيليه اللي تاريخه حافل وتاريخه شريف. واحنا النهارده اتفقنا كلنا على ان هنطلع بيان نشجب هذه التصرفات الفاشله لمحافظ فتحي بن. مسعد حسن، امين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاسماعيليه. اجتماع النهارده كان اجتمعت الاحزاب والقوى السياسيه لاتخاذ موقف قاطع وحاد ضد التصرفات الغير مسؤوله اللي صدرت من السيد محافظ الاسماعيليه تجاه شعب الاسماعيليه. الاحزاب لمست مدى الاستياء اللي في الشارع الاسماعيلي من تصرفات المحافظ وعدم اتزانه الانفعالي، فاجتمعت اليوم وهي باعتبارها جزء من الشعب عشان تاخد موقف حاد بناء على ما بدر من المحافظ. وبنطالب القيادة السياسية بالسيد رئيس الجمهورية في هذه اللحظات الخطيرة اللي بيمر بها الوطن عدم زيادة الاحتقان في الشارع الإسماعيلي وإقالة المحافظ فورا تلبية لرغبات الشعب الإسماعيلي. أنا المستشار سيد يونس، رئيس كيان الشعب الإسماعيلية. النهارده المؤتمر كان منسق تنسيق بين جميع الأحزاب والكيانات الموجودة نظرا لما بدر من السيد اللواء أحمد القصاص ضد شعب الإسماعيلية من إساءة غير أخلاقية لا تليق بمنصبه ولا رتبته ولا انتمائه لأغلى مؤسسة موجودة في البلاد. فكل من تربى في هذه المؤسسة أو في عرين الوطنية لا تصدر منه هذه الأفعال.
بالإضافة إلى أدائه سواء الإداري أو المعنوي. فشعب الإسماعيلية لا مش شاعر إن موجود محافظ في البلد، بالعكس الآن العالية الموجودة، التعالي، عدم الثبات الانفعالي في أي مؤتمر أو مع الناس، كتر الجزاءات الموجودة، البلد وصلت لحالة مش عايزين نقول حالة لا سوء إدارة سواء في الجهاز التنفيذي أو الجهاز الإداري. البلد أنا نفسي حتى هو ينزل يشوف البلد، إذا كان هو يعجبه هذا الأداء فإحنا بنقول له لا يا عم إحنا متشكرين جدا، إحنا كده إحنا زي ما نقول أنت رصيدك نفذ عندنا، اتفضل مع السلامة، متشكرين جدا. ويجي لنا حد غيرك يحس بهذه. المواطن الإسماعيلاوي عايز يحس بإن في واحد كبير مسؤول عنه، هو مش محسس هذا الشعب، هو مش محسس الشعب الإسماعيلاوي بهذه الموضوع. صلاح الصايغ البرلماني السابق لمجلسي الشعب والشورى وامين عام حزب الجيل الديمقراطي وعضو الهيئه التنفيذيه العليا للحزب. الاجتماع النهارده كان ليه؟ اجتماع كل امناء الاحزاب السياسيه وكافه القوى السياسيه بشان تجاوزات محافظ الإسماعيلية في حق شعب الإسماعيلية وإهانته لكل الشعب الإسماعيلية بإشارته بالإصبع، وده يعتبر إهانة في حق الإسماعيلية وشعبها، وبالتالي لابد أن يكون هناك موقف جاد وقوي وحاسم تجاه هذه الواقعة التي تكرر منها من قبل يعني أشياء تجاوز فيها المحافظ في حق الإسماعيلية، وتعامله بصرف وبغرور مع كل مواطني الإسماعيلية ومحاولته الدائمة بإقصاء وتهميش كل القوى السياسية وتقريب بعض الشخصيات التي لا تمت بصلة بشعب الإسماعيلية ولا برفض شعب الإسماعيلية. شريف كمال، التيار الشعبي الإسماعيلي. القوى السياسية في الإسماعيلية النهارده اجتمعت عشان تتخذ قرار بشأن محافظ الإسماعيلية، والقوى السياسية النهارده اتهمت محافظ الإسماعيلية بالفشل السياسي والفشل الإداري بعد ما صبرنا عليه 15 شهر، ودي مدة طويلة جدا، ولكن احنا عملنا كده لأن احنا قدامنا معركة طويلة ضد الإرهاب كانت بتفرض علينا ان احنا نتسم بالصبر تجاه أداء المحافظ، لكن في الفترة الأخيرة ابتدى المحافظ أداؤه يتجه بالعصبية ويتسم بالعصبية الشديدة، واحنا مش عايزين نقول يعني كلمات خارجة، ولكن الحقيقة هو أساء لمدينة الإسماعيلية وأهان شعب الإسماعيلية في فيديو مشهور ومنشور على الفضائيات. لذلك احنا كقوى سياسية اعتبرنا منصب المحافظ شاغر الآن، وبنطالب الرئيس السيسي بسرعة ملء هذا الفراغ في منصب المحافظ بما يتوائم مع مدينة الإسماعيلية ومستقبلها الاقتصادي القادم.